مبقاش في حاجه اسمها 32 فريق بقى 36. يعني ايه مبقاش في حاجه اسمها دوري مجموعات حبيبي؟ طب بس عارف اتاخرت كتير قوي ان اعمل الحلقه دي، وعارف اتاخرت كتير قوي ان انا اقول نظام دوري الابطال الجديد. النظام بقاله كتير قوي متقال، ونظام ناس كتير قوي اتكلمت عليه، بس انا جاي اتكلم عنه بالتفصيل وفاهمكم حاجات كتير قوي في 5 دقايق او 4 دقايق فيديو مش كبير. جاي نتكلم عن حاجات قليله قوي في دوري الابطال ونظامه الجديد، وعارفكم يعني ايه الدوري عشان مبقاش في حاجه اسمها دوري المجموعات، ويعني ايه هو 36 فريق. طب في عندك 4 فرق زادوا جداد، ال4 فرق دول جم منين؟ ده كله هنتكلم عليهم النهارده. انا زياد ماجد ودي منداتا، ويلا بينا نخش في الحلقه. طيب لو جينا اتكلمنا عن دوري الابطال فاكيد لازم نلبس تيشيرت ريال مدريد. تيشيرت ريال مدريد يعني ريال مدريد في ليالي الابطال لا مثيل لريال، معروفه. ده في دوري الابطال دي حاجه تانية هنتكلم عليها في حلقه لوحدها كده، تمام؟ احنا النهارده جايين نتكلم على دوري الابطال والنظام الجديد اللي الناس كتير قوي اتكلمت عليه. انا جاي لسه اتكلم عليه متاخر شويتين 3 و4، يعني هو بقاله سنتين 3 متحط وقال لك هنلعب بيه. انا جاي متاخر شويه بس هفهمكم حاجات كتير قوي فيه. بص يا معلم، انا دلوقتي يعني ايه مبقاش في حاجه اسمها دوري المجموعات، بقى في حاجه اسمها دوري. يعني ايه مبقاش في حاجه اسمها 36 32 فريق بقى عندك 36 فريق؟ يعني ايه دوري اصلا؟ الدوري دوت يا معلم في 36 فريق. كان عندي الاول في دوري المجموعات كان عندي 4 فرق بيقابلوا بعض. ال4 فرق يعني عندي سي مثلا ريال مدريد وليفربول وانتر وعندك اياكس، تمام؟ ال4 فرق بيقابلوا بعض ذهاب واياب، ما بيقابلوش غير بعض. هما ال4 بيقابلوا بعض ويصعد منهم اول بتاني يلعبوا الدور 16، تمام؟ دلوقتي مبقاش في كده. دلوقتي بقى حاجه اسمها الدوري دول 36 فريق في دوري واحد. 36 فريق بيقابلوا بعض، هما ما فيهاش غير هما لازم يقابلوا بعض، تمام؟ 36 فريق ما بيقابلوش 36 فريق. يعني 36 ريال مدريد مثلا ما بيقابلش 35 فريق، لا هو بيقابل 8 بس ال8 مختلفين. كان ريال مدريد مثلا هيقابل 7 فريق مختلفين جدا عن بعض، ال7 فرق مختلفين، تمام؟ فانت عندك يا معلم هنا الاول كنت ببقى حاطط في مجموعه تصنيفات. ريال مدريد كان تصنيف اول، مثلا ليفربول تاني، عندك مثلا انتر تالت، اياكس رابع او سيسكا موسكو رابع. فانت عندك هنا في فريق انت بتقابله ذهاب واياب، الحماس عنده مش كبير او الناس مش متحمسه تتفرج عليها او مفيش متعه للماتش، لانك انت عارف تلقائي يعني ان انت عندك سيسكا موسكو ريال مدريد، طبيعي ان انت الماتش اصلا خلصان من قبل ما يبتدي انك بتقابل سيسكا موسكو. فانت يا معلم اذا كان ماتش في روسيا ولا اذا كان ماتش في اسبانيا، الماتش كده كده منتهي. فانت دلوقتي عندك ما ينفعش انك تقابل الفريق مرتين، حتى لو حظك انك واقع في فريق سهل. فانت يا معلم دلوقتي هتلعبه مره واحده ماتش، يا اما ذهاب يا اما اياب، يا اما في اسبانيا يا اما مثلا في روسيا. اذا كان سيسكا موسكو مثلا فانت هتقابله مره اذا كان مره في اسبانيا او اذا كان مره في روسيا، هي مره واحده بس اللي هتقابله. فحظك لو واقع في فرقه ضعيفه او حظك ان انت مثلا الماتش مش ممتع قوي، فانت معلم الماتش ده مش هيتكرر، فانت مش هتتفرج عليه مرتين او فاهم. ده هيصير اكتر المتعه وهيزيد اكتر ان انت يا معلم في نسب مشاهده عاليه، لان مثلا هتشوف مثلا ان السيتي بيقابل مثلا ماتش بايرن وبيقابل ماتش مدريد وبيقابل ماتش برشلونه وبيقابل ماتش اتلتيكو في فرق كتير قوي هتقابل مثلا سيتي، ففي فرق كتير قوي هتبقى ماتشاتها حلوه. ومثلا هتلاقيه مثلا بايرن وباريس وبعد كده بايرن والسيتي وبعد كده مدريد وبايرن وبعد كده برشلونه وبايرن، فانت هتشوف فرق كتير قوي هتقابل بعض وهيبقى في حماس كبير قوي. ده اللي كان عايزين يحصل فيه في السوبر ليج بس ما حصلش. فده اللي كانوا هيموتوا بيز يعملوا في السوبر ليج، بس هم ما نفذوش الفكره، فما تحمسوش انه يعملوا الفكره دي، فما اتعملتش او كان في مشاكل عليها فما اتعملتش. فغيروا النظام عشان يبقى 36 فريق، و36 فريق بيقابلوا فيهم 8 زي ما احنا قلنا، بيقابلوا فيهم 8 فرق مختلفين عن بعض. فكده رجعنا دول المجموعات وحطينا حاجه اسمها الدوري. طيب يا معلم دلوقتي انا عندي 36 فريق، هم كانوا 32 فريق، في عندك 4 فرق. ال4 فرق جم منين بقى؟ طيب ال4 فرق هنا جم منين؟ ال4 فرق هنا جم ان انت عندك دلوقتي في حاجه اسمها تصنيفات من اليويفا. تصنيفات من اليويفا دي بتيجي ازاي؟ بتيجي في اخر مثلا كل سنه ان انت بتحط تصنيفات اليويفا، عندك التوب 5 ليجز. فانت عندك زي الدوري الاسباني والالماني والايطالي والانجليزي، دول ما بيطلعوش من التوب 5 ليجز. الدوري الوحيد اللي ممكن يطلع يخش يبقى فيه منافسه ان حد ممكن يطلعه ويخش مكانه، زي شفنا السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان في عندك ان الدوري الفرنسي خرج من
التوب 5 ليجز ودخل مكانه الدوري البرتغالي. فاحنا شفنا هنا ان الدوري البرتغالي بقى من التوب 5 ليجز، فانت عندك مقعد زياده في الدوري البرتغالي. يعني انت السنه اللي بعد الجايه مثلا هيبقى فيها سي مثلا ان انت حطيت مثلا الدوري الهولندي في التوب 5 ليجز، فانت الدوري الهولندي المركز الخامس في التوب 5 ليجز، فانت عندك هنا الدوري الهولندي بياخد فرقه واحده بس من التشامبيونز ليج. فانت يا معلم هنا هيبقوا هم عندهم مقعدين، لان القانون الجديد اللي اتحط ان انت عندك الرقم 5 في التصنيف في التوب 5 ليجز هيخش منه مقعد زياده. فانت عندك هنا ان انت بدل ما كان بتاخد مقعد واحد من هولندا هتاخد مقعدين من هولندا مش مقعد واحد. طيب يا معلم دلوقتي اتكلمنا على المقعد التاني. المقعد التاني بقى يا معلم هيجي ازاي؟ هيجي زي ان انت بتاخد مثلا سي نتكلم برضه في هولندا ان انت برضه بياخد مقعد واحد. فاحنا دلوقتي بقى التوب 5 ليجز، فعندك اليوروبا ليج وعندك الكونفرنس ليج اللي هو دوري المؤتمرات. فانت يا معلم هنا عندك بيس في مثلا وعندك اياكس، واحد راح اليوروبا ليج وواحد راح للدوري المؤتمرات او الكونفرنس ليج. فانت الاثنين اتقدموا كتير قوي في دوري المؤتمرات واليوروبا ليج، وواحد وصل نهائي وواحد وصل مثلا سيمي فاينل. فمعلم هنا عندك ان في نقط بتتحسب للفرق اذا كانت بتعدي او بتكسب ماتشات رسميه في بطولات اوروبيه، تمام؟ فانت عندك نقط بتتحسب، فانت بتشوف يا معلم ايه اول دوري بيتاخد منه مثلا فرق واخده بوينتات كتير، فانت بتجمع البوينتات اللي في الدوري دي وتصنف الدوري، واول دوري واخد فيه تصنيف، اول دوري داخل في التصنيف في فرق واخده بوينتات كتير بيتاخد منه برضه مقعد زياده. بس ده كله هنتكلم عن دوري الابطال. انا زياد ماجد، ودي تصنيف دوري الابطال والنظام الجديد فيه. متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا زياد ماجد ودي منتدى. سلام.